نُقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى بعد سماع نبأ وفاة نجله وديع، واللي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض. أعلن أحد الصحفيين اللبنانيين خبر نقل الفنان جورج وسوف للمستشفى، حيث كتب عبر حسابه بموقع تويتر: سلطان الطرب جورج وسوف ينقل إلى المستشفى بعد تلقيه نبأ وفاة ابنه وديع، الله يصبرك ويعطيك الصحة. كان الإعلامي اللبناني نشان أعلن وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بعد تدهور حالته الصحية بسبب خضوعه لعملية تكميم المعدة وإصابته بمضاعفات خطيرة. خضع وديع جورج وسوف لعملية تكميم المعدة وأصيب بمضاعفات عقب إجراء الجراحة بأسبوع أدت إلى نزيف حاد ونقله إلى أحد المستشفيات ودخوله العناية المركزة، وتدهورت الحالة الصحية لنجل جورج وسوف ثم توفى منذ قليل، كما أعلنت الصحف اللبنانية والإعلامي اللبناني نشان. حرص العديد من نجوم الفن على نعي الفنان جورج وسوف لرحيل ابنه وديع جورج وسوف، ومنهم الفنان وليد توفيق والفنانة لطيفة.